بيبدأ الفيلم يا صديقي باستعداد القائد ماكسيموس وجيشه علشان يحاربوا القبائل البربرية بعد ما بعتوله المرسول بتاعه على حصان من غير راس، وده كان ردهم على رسالته اللي طلب فيها انهم يستسلموا. فبيقرر يعلن عليهم الحرب وبيبدأ يحفز الجيش بتاعه وبيجهزه علشان يكون مستعد للحرب. فبيرموا عليهم أسهم مشتعلة بالنار لحد ما بيحرقوا الغابة اللي بتحمي جنود القبائل. فبيبدأوا جنود القبائل البربرية بالهجوم عليهم، لكن ماكسيموس بيكون مجهز لهم خطة علشان يسيطر عليهم. فبيقسم الجنود لنصين، نص بيحاربهم والنص التاني بيجي من وراهم وبيهاجمهم. والجنود يا صديقي بتفضل تقاتل في بعضها لحد ما بيخلصوا على جنود القبائل البربرية كلها. ووقتها بيكون الامبراطور الروماني شايف المعركة ومبسوط بجيشه جدا، وبيروح يهني ماكسيموس وبيمدح شجاعته وقوته في القتال، وبيتمنى ان دي تكون الحرب الاخيرة. فبيطلب ماكسيموس منه يديله حريته وانه عاوز يعيش مع مراته وابنه. ووقتها بنشوف ولي العهد كومودوس ابن الامبراطور هو واخته في عربية جايباهم بامر من الامبراطور. فبيتوقع كومودوس انه جايبهم علشان هيتنازلوا عن العرش، وبيوصلوا لارض المعركة وبيقابل ابوه وبيحييه على النصر. فابوه بيخليه يهني ماكسيموس علشان هو السبب في النصر ده، وبيبان من نظراته انه غيران من ماكسيموس جدا وبيحقد عليه، وده بسبب قربه من الامبراطور وشجاعته في الحرب. وبعدها يا صديقي بيطمن ماكسيموس على اللي اتصابوا من الجنود، وبيكون في منهم كتير اتصابوا. وبعد كده بيروح لمكان الاحتفال، وهناك بياخد كومودوس وبيعرفه على مجموعة من السياسيين. وبعدها بيتكلم معاه وبيقول له ان هو اللي هيورث الحكم ومحتاجه يساعده علشان يقدر يحافظ على قوة روما. فبيقول له ماكسيموس انه مستني الامبراطور يديله حريته علشان يرجع لمراته وابنه. فبيحاول معاه كومودوس علشان ما يمشيش، وبيقول له ان اخته لوسيلا موجودة ولسه بتحبه، وده علشان زمان كان ما بينهم قصة حب كبيرة. وبعدها بنشوف الامبراطور وهو بيتكلم مع بنته اللي كان بيتمنى لو كانت هي الولد علشان تمسك العرش، وده بيبين قد ايه كومودوس مش مسؤول ومش مؤهل انه يبقى حاكم. وتاني يوم بيروح ماكسيموس عند الامبراطور اللي بيعرض عليه انه يمسك الحكم ويبقى الوالي مكان ابنه، علشان الامبراطور بيبقى عارف ان كومودوس مش هيعرف يكون امبراطور ولا هيقدر يحكم الشعب، وانه هو الوحيد اللي هينفع يبقى الامبراطور ويقدر ينهي الفساد اللي موجود. وماكسيموس بيكون متردد علشان بيبقى نفسه ياخد حريته ويرجع لمراته وابنه زي ما قلنا. فبيقول له يا صديقي الامبراطور انه هيسيب له وقت لحد بالليل علشان يفكر. وبعدها بتقابله لوسيلا وهو خارج من عند الامبراطور، وبتحاول تعرف منه هو كان عاوزه في ايه. فبيقول لها انه كان بيهنيه على النصر، بس هي بتحس انه بيكذب عليها. وبعدها يا صديقي الامبراطور بيجتمع بكومودوس وبيقول له انه مش هينفع يكون الامبراطور بعده، وانه هيعين ماكسيموس مكانه وهيخليه هو الامبراطور المؤقت لحد ما ينهي على الفساد في مجلس الشيوخ، والمجلس يرجع ياخد قرارات في مصلحة روما. ووقتها هينتهي حكم الامبراطورية وترجع روما للجمهورية. فبيتضايق طبعا كومودوس وبيتعصب لانه كان عنده امل ان هو هيكون الامبراطور بعد ابوه، وبيعيط. فبيصعب على الامبراطور وبيقرب منه علشان يحضنه. فبيحضنه كومودوس بقوة لدرجة ان الامبراطور ما بيقدرش ياخد نفسه. وبعدها بيروح جندي لماكسيموس وبيقول له ان الامبراطور عاوزه. ولما بيوصل بيلاقي كومودوس هو اللي بيستقبله وبيقول له ان الامبراطور مات. ولما بيشوف جثته بيبقى عارف ان كومودوس هو اللي قتله. فبيمشي وبيسيبه علشان يشوف هيتصرف ازاي، بس طبعا ما بيقدرش يعمل حاجة. ولوسيلا بتضرب كومودوس بالقلم علشان بتكون عارفة ان هو اللي قتل ابوها، وبعدها بتبوس ايده وبتحييه. وبيدخل كوينتس وبيقول لماكسيموس ان اللي عمله ده خطير. فبيقول له ان الامبراطور اتقتل، وبعدها بيلاقي مجموعة من الجنود بيقبضوا عليه. فبيقول لهم كوينتس يعدموه بعد الفجر، وبيعتذر له وبيقول له انه دي اوامر القيصر. فبيوصيه ماكسيموس على عيلته، بس كوينتس بيقول له ان هم اكيد اتقتلوا باوامر من كومودوس. ووقت ما بييجوا يعدموه بيخدعهم وبياخد سيفه وبيقتلهم كلهم، بس بيتصفي دراعه. وبعدها بيركب الحصان وبيهرب بسرعة على بيته علشان يلحق يوصل وينقذ عيلته قبل ما يوصلوا لهم الجنود. بس للأسف يا صديقي ما بيلحقهمش، وأول ما بيوصل بيلاقي مراته وابنه مقتولين ومتعلقين. فبيعيط لحد ما بيغمى عليه، وأول ما بيفوق بيلاقي نفسه في عربية وسط ناس بنعرف بعدها إن دول عبيد. وبيوصلوا لمدينة زوجبار، وبيبيعهم التاجر لمدرب المصارعة بروكسيمو، وبيكون ماكسيموس واحد من اللي اتباعوله. فبيقول لهم إن هم بقوا عبيد عنده وإنهم هيشتغلوا كمصارعين، وبيعمل لهم هاجن اختبارات علشان يحدد مستواهم. وبينجح جوبا في الاختبار، وده الشخص اللي ساعد ماكسيموس. وبيجي الدور على ماكسيموس اللي ما بيكونش متقبل الفكرة وانه بقى عبد خلاص. وبعدها بيروحوا على سكن المصارعين وبيسألوا جوبا ليه ما دافعش عن نفسه وقاتل في الاختبارات. فبيقول له انه مش عاوز يدخل حلبة المصارعة. فبيعرفوا جوبا انه لو ما قتلش هيتقتل. فبيضطر ماكسيموس يدخل اول قتال غصب عنه، وبيكون القتال بطريقة مختلفة، وهو انه بيقاتل وهو مربوط مع جوبا اللي بيكونوا في فريق واحد.
وبيكون في رهان كبير جدا على هاجن، وبيكون بروكسيمو موجود مع مجموعة من مدربي المصارعة وبيتراهن على ماكسيموس، وبتخلص المصارعة بموت كل المصارعين، وما بيتبقاش غير هاجن وجوبا وماكسيموس اللي بيثبت قوته في القتال. وبعدها يا صديقي بنشوف كومودوس واخته اللي بيستقبلهم الشعب باحتفال عظيم وبيحيوه علشان خلاص بقى الامبراطور، وبيروح لمجلس الشيوخ اللي بيكون من ضمنهم فالجو، وده بيكون مؤيد ووالي لكومودوس. اما جراكوس فبيكون ضده وشايفه انه ما ينفعش يكون امبراطور، فبيتكلم معاه جراكوس عن المشاكل الكتير اللي موجوده واللي منها مشكله الطاعون اللي منتشره، بس كومودوس بيبقى شايف ان دي حاجه مش مهمه وان في حاجات اهم الشعب بتاعه محتاجينها. فبيتضايق جراكوس وبيقول له ان الشعب اختارهم كمجلس شيوخ علشان يتكلموا بلسانهم، وبيتريق عليه علشان ما بيكونش عارف يعمل دوره كامبراطور. فبيتعصب جدا يا صديقي كومودوس وبيهدده بالقتل، فبتصلح لوسيلا الموقف وبتاخده وبتمشي، وبعدها بتتكلم مع اخوها وبتعرفه انه لازم يسمع كلام مجلس الشيوخ وانهم مش ضده وعاوزين المصلحه لروما، بس هو بيكون عاوز يلغي مجلس الشيوخ نفسه علشان بيبقى خايف انهم يبقوا السبب في تحويل الحكم الجمهوري. بس لوسيلا ما بتكونش موافقه على رايه، فبيقول لها انه عنده خطه هيقدر بيها يلهي الشعب ووقتها هيلغي مجلس الشيوخ كله. فبيوزع ورق بيعلن فيه ان حلبة المصارعه اللي في روما هتتفتح تاني لمده 150 يوم، رغم ان المسابقات دي كانت بتخسرهم زمان، بس الشعب الروماني بيحبها جدا، ودي الحيله اللي هتخليهم يحبوا كومودوس. وبعدها يا صديقي بنشوف ماكسيموس اللي كان بيستعد للمعركة، وبيقول له بروكسيمو ان كل اللي عليه انه يقتل وبس. فماكسيموس بيقول له ان الجمهور محتاج بطل مش قاتل، فبيتعصب بروكسيمو جدا وبيقول له انه مجرد شخص للاستعراض وانه لازم يعمل اللي مطلوب منه. وبيوصل يا صديقي ماكسيموس للحلبة وبيسمع هتاف الجمهور وهم بيلقبوه بالأسباني، وبيدخل الحلبة وبيقاتل مجموعة من المصارعين وبيفوز عليهم كلهم. وبعدها بيقول له بروكسيمو انهم هيقاتلوا في روما وانه لازم يبين شجاعته وقوته يمكن الامبراطور يديله حريته، وبينصحه انه لازم يخلي الجمهور يحبه وده احسن من انه يقاتل بسرعه. ولان يا صديقي ماكسيموس عارف ان كومودوس هو الامبراطور بيبقى عارف انه مستحيل يعمل كده، بس بيوافق يا صديقي انه يروح روما يمكن يقدر ياخد حريته باي طريقه، وبيكون عاوز يواجه كومودوس بنفسه. وبيوصل بعدها ماكسيموس ومعاه باقي المصارعين لحلبة المصارعه اللي موجوده في روما، وبيكونوا منبهرين بيها جدا علشان كانت اكبر حلبة مصارعة موجودة في الامبراطورية الرومانية. وبعدها بنشوف كومودوس ولوسيلا، وبيكون كومودوس مصمم على قراره وانه هيلغي مجلس الشيوخ، لكن لوسيلا بتكون رافضة القرار ده، فبتسيب كومودوس وبتمشي. وبالليل بتروح تقابل جايوس وجراكوس في السر، وبنعرف انها بتقابلهم كل فترة، وكانوا بيفكروا في طريقة يوقفوا بيها كومودوس عن اللي عاوز يعمله انه يلغي مجلس الشيوخ، وانه كمان بيعمل المسابقات والاحتفالات دي بفلوس بيع الاحتياطي من الحبوب، وده ممكن يدخل روما في مجاعة. وبيكون رأيهم انهم يبلغوا الشعب باللي بيحصل، بس هي بتقول لهم انه هيلغي مجلس الشيوخ وهم مش هيكون ليهم لازمة ولا ينفع ياخدوا اي قرار، وبتقول لهم انها خايفة على ابنها انه يقتله لانه الوريث الوحيد بعده، وعلشان كده لازم كومودوس يتقتل علشان يخلصوا منه. بس جراكوس بيمنعها وبيقول لها انهم يفضلوا مستنيين الفرصة اللي هيقضوا عليه فيها، وان مقابلاتهم لازم تستمر في السر، وده علشان مجلس الشيوخ فيه جواسيس لصالحه. وتاني يوم ماكسيموس قاعد مع مجموعة من المصارعين وبيجي طفل يتكلم معاه وبيقول له ان اسمه لوشيس وانه يبقى ابن لوسيلا وان هو قرب من القيصر ومن انتقامه. وبعدها بيدخل ماكسيموس هو والمصارعين للحلبة، وبيكون كومودوس موجود وبيتفرج على المصارعة مع باقي الجمهور. وبيدخلوا يا صديقي مصارعين روما على عربيات بحصنة، وده بيقلق المصارعين اللي مع ماكسيموس وبيخوفهم، بس هو بيهديهم وبيديلهم تعليمات زي ما كان بيعمل مع الجيش بتاعه، وبيقدروا يقتلوا كتير منهم. وبتخلص المباراة في الآخر بفوز ماكسيموس والفريق بتاعه، فبينبهر الجمهور بيهم ومن ضمنهم كومودوس اللي بيتكلم مع ماكسيموس علشان هو أقوى واحد فيهم، لكن يا صديقي ما بيكونش عارفه بسبب القناع اللي هو لابسه. ولما بيطلب منه يقلع القناع علشان يتعرف عليه بيتصدم لما بيعرف انه ماكسيموس وانه لسه عايش وما ماتش، فكومودوس بيبقى عاوز يقتله وجنوده بيرفعوا عليه السيوف، بس باقي المصارعين بيتجمعوا حواليه والجمهور بيهتف باسمه وبيطلبوا من كومودوس ما يقتلهوش، فطبعا بيضطر يسيبه عايش، لكن من جواه بيكون متضايق ونفسه يخلص منه. وفي اخر اليوم بيجي الجنود وبياخدوا ماكسيموس وبيحطوه في اوضه وبيربطوا ايده بالحديد، وبتوصل لوسيلا اللي بيفكر ماكسيموس انها جايه علشان تقتله، بس هي بتقوله انها ما كانتش تعرف باللي عمله كومودوس معاه ومع عيلته، وانها عاوزاه ينضم ليها علشان يقتلوه قبل ما هو يقتل ابنها ويدمر روما. لكن ماكسيموس ما بيكونش مصدقها وبيرفض عرضها. وتاني يوم كومودوس بيجيب الجنود اللي كذبوا عليه وبلغوه بموت ماكسيموس وبيعدمه
بيعدمهم، وبيتأكد من ولاء كوينتس ليه بإنه بيخليه ينفذ هو حكم الإعدام. وبعدها بيدخل ماكسيموس مباراة مع المصارع الأسطوري اللي عمره ما اتهزم. لكن يا صديقي ما بيكونش ده التحدي الوحيد ليه، علشان أول ما بتبتدي المباراة بيدخلوا نمور من وراه، فبيكون متحاصر بين النمور والمصارع، بس بيفضل يقاتل فيهم بكل قوة لحد ما بتنتهي المباراة وبنتيجة غير متوقعة، وهو فوز ماكسيموس. والجمهور يا صديقي بيكون منبهر بيه انه قدر يفوز على المصارع، وبيحاوطوا جنود كومودوس اللي بيفضل ينرفزه علشان يخليه يقتله، بس هو بيسيبه وبيمشي وبيهتف له الجمهور. وبعدها ماكسيموس بيقابل واحد من جنوده وبيطلب منه يجمع له جنود، وبعدها بنشوف كومودوس وهو متعصب وبيكون عاوز يخلص من ماكسيموس، فبيقول له فالجو انه يقتله، بس هو بيقول له ان ده ما ينفعش علشان الشعب بيحبه بجنون، وده هيخليهم يعادوه، وهو عاوزهم جنبه علشان يقدر يلغي مجلس الشيوخ. وبعدها يا صديقي بيروح ماكسيموس للجندي وبيعرف منه انه قدر يجمع كل الجنود وانهم مستعدين لاي مهمة، فبيطلب منه يبلغ لوسيلا انه موافق على طلبها. وبعد كده بيروح معاها يقابله جراكوس اللي بيتفق معاه على الخطة علشان يتخلصوا من كومودوس، والخطة هو انه هيشتريه من بروكسيمو ويسيبه يجمع الجيش ويرجع علشان يقتل كومودوس. وبيجي اليوم اللي هيشتري فيه جراكوس ماكسيموس، بس ما بيجيش، فبيحاول ماكسيموس انه يقنع بروكسيمو انه يطلق سراحه علشان يكمل مهمته، وان اول لما يرجع هيدفع له الفلوس. ووقتها بتوصل لوسيلا وبتقوله ان جراكوس اتمسك، وده معناه ان كومودوس عرف خطتهم وانه لازم يهرب النهارده وينفذ الخطه. وبعدها بترجع على القصر وبتشوف كومودوس قاعد مع ابنها وبيعرفها انه عرف كل حاجه وبيهددها بيه. وبالليل بيهجموا جنود القيصر على مصارعين بروكسيمو، فبيروح بروكسيمو بسرعه لماكسيموس وبيديله مفاتيح الغرف اللي فيها المصارعين وبيمشي، فبيفتح لهم ماكسيموس الابواب وبيطلب منهم يعطلوا الجنود شويه علشان يقدر يهرب، وبيقول لهم بس الاهم انهم يفضلوا عايشين، فبيطمنوه انهم هيستنوه بفخر وشرف. وبيهرب ماكسيموس بس ما بيكونش عارف انهم قتلوا هاجن وبروكسيمو، وقتلوا كمان كتير من المصارعين وبيحبسوا جوبا والباقيين. واول لما ماكسيموس بيوصل عند الجندي اللي تبعه بيكتشف انه وقع في الفخ والجنود بتقتل الجندي اللي تبعه، وبيحاصروا ماكسيموس من كل مكان. وبيروح فالجو يبلغ كومودوس انه عمل كل اللي امره بيه، وكومودوس بيهدد اخته انه هيقتل ابنها لو عملت اي حاجه. وبعدها بيضرب ماكسيموس بخنجر بيسبب له جرح كبير، وبيؤمر رجالته يلبسوه الدرع وانه هيقتله في حلبة المصارعه، وانه لما يهزمه الجمهور هيحبه زي ما بيحبوا ماكسيموس، وبيكون عارف انه هيقدر يفوز عليه علشان هو مجروح ومش هيقدر يقاومه. وفي حلبة المصارعه بيهتف الجمهور باسم ماكسيموس، وبيبدأ في قتال كومودوس وبيضرب ايده فبيوقع سلاحه، والحرس الامبراطوري بيرفض يديله سلاح تاني، لكن كومودوس بيطلع سكينه مخفيه في ايده وبيحاول يهجم عليه بيها، فبيمنعه ماكسيموس وبيقتله رغم الجرح اللي فيه. وبعدها بيطلب انهم يطلقوا سراح المصارعين، وان جراكوس يخرج من السجن ويرجع لمنصبه، وانهم يحاولوا يصلحوا البلد من كل الفساد اللي سببه كومودوس. وبعدها يا صديقي بيموت وبيقع على الارض، وبتبكي لوسيلا على موته علشان كان جندي من اعظم جنود روما. وبكده يا صديقي يكون انتهى فيلمنا. ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وتشترك في القناة علشان نوصل ل10,000 مشترك، واكتبوا لي في الكومنتات نحب نلخص لكم افلام ايه تاني، واستنوني في ملخص تاني. سلام. بيبدأ فيلمنا يا صديقي بلوسيوس اللي بيبقى عايش في قرية صغيرة مع مجموعة من الأفارقة هو وزوجته، وبيقول له صديقه يعني ما قدمتش قرابين النهاردة، فبيقول له أصل أنا بفضل أقدم جثث الرومان. وبعدها في البحر بنشوف الجنرال أكاسيوس الروماني مع أسطوله البحري ورايح علشان يستولى على آخر مدينة حرة في أفريقيا، وبيفضل يشجع الجنود اللي معاه على مواجهة الرياح وزيادة سرعتهم علشان لو دخلوا المدينة دي هيبقوا احتلوا القارة بالكامل. بس أثناء ما هم ماشيين في البحر وخلاص قربوا من المدينة بيلاقوا كرات اللهب بتنزل عليهم من كل مكان وبتحرق في السفن، وبيفضلوا يرموا عليهم أسهم علشان يقتلوهم، وبيفضل الضرب شغال على الجبهتين فترة لحد ما السفن بتوصل لأسوار المدينة، وساعتها الجسر بيتفتح وبيدخل عليهم المحاربين علشان يقتلوهم، وهم بدورهم بيبدأوا في اختراق المدينة، وبتدور بين الاتنين حرب طحنة بالسيوف بيروح ضحيتها يا صديقي مئات من الجنود والمدنيين. وأثناء ما الضرب شغال بيلاحظ لوسيوس إن في ولد صغير كان واقف فوق البرج وخد سهم في بطنه خلاه يقع في النار، فبيتشغل عينه لحظاته وهو بيبص على الولد، وده بيخلي واحد بيجي من وراه وبيديله ضربة بتوقعه في المية وبيفقد الوعي. وساعتها بيقعد يحلم بناس غريبة لابسين ملابس أغرب، وبيشوف كمان زوجته وهي رايحة ناحية البحر فبيجري عليها بس مش بيلحقها، وده بيخليه يقعد يعيط. ولما بيفوق بيلاقي نفسه واقع في المية وجثث حواليه في كل مكان، ومن ضمنهم جثة زوجته اللي بتكون واخدة سهم في قلبها. وبعد شوية يا صديقي بيبدأ الجيش الروماني يجمع الباقيين من الشعب علشان يدخلهم في الأسر،
وبيبدأوا يعلموا كل واحد منهم بوشم على كتفه، وبعدها بيطلعوهم على السفن. وأثناء ما هم قاعدين في قبو السفينة بيلاحظ لوسيوس إن صديقه مصاب إصابة خطيرة، فبيقوم يربط له كبيرة على مكان الكسر. وساعتها بيفكروا بأيام زمان لما لقوه تايه لوحده في الصحراء، وبيقرروا إنهم هياخدوه معاهم. ومن ساعتها اتعلم كل حاجة يقدر عليها وما قصرش خالص. وبيقول له أنا بقيت بحبك زي ابني بالظبط، ويمكن أموت في الرحلة دي، بس عايز أقولك ما تخليش حد يغير طبيعتك. وبيقعد بعدها لوسيوس يفتكر أيام ما كان طفل صغير بيلعب في القرية مع أصحابه، وفجأة بيشوف مجموعة من الجنود جايين على أحصنة، فبيجري على أمه بسرعة اللي بتودعه وبتقول له اهرب من هنا بسرعة وما تخليش حد منهم يلاقيك أبدا. وبنرجع بقى يا صديقي للسفينة اللي بتوصل لمدينة روما بعد رحلة شاقة وطويلة على الجميع، وبينزلوا الأسرى جوه المسرح علشان الناس تتفرج عليهم، وبيفضلوا يهتفوا بعظمة روما وإن ده مصير أي حد هيقف قدامهم. وبعد شوية بيسيبوا عليهم مجموعة من القرود، وبيفضل جنود الرومان يشكشكوا فيهم علشان يهاجموا لوسيوس وأصدقائه، وبيبقوا كلهم عمالين يقاوموا ما عدا القائد اللي بيستسلم تماما للقرد، واللي بيكون مسعور حرفيا وبيعض من رقبته. فبيجري يا صديقي لوسيوس وبيضربه علشان يبعدوا عنه، فبيسيب الزعيم وبيروح يهاجم في لوسيوس وبيفضل يعض فيه، بس بيقدر في الاخر انه يقاومه ويبعده عنه. ولما بيبص على الزعيم بيلاقيه واقع على الارض وعمال ينزف، فبيعرف انه مات. وتاني يوم يا صديقي بينقلوهم للساحة، وبيجي واحد يقول لهم ان الساحة دي معبد مقدس للشجعان، والطريق للمجد بيمر من خلالها، وان الساحة دي بتحول العبيد لمصارعين، والمصارعين بيكونوا رجال احرار، وبياخدهم بعد كده للمسؤول عن القتال في الساحة واللي بيكون اسمه رينتار، وده علشان يتعرف عليهم ويختار منهم واحد. وبيقع صديق الاختيار على لوسيوس اللي بيطلب منه يقوم يقف قدامه، وبيقول له انت بتتكلم بأنهي لغة؟ انا بعرف اتكلم كل اللغات. لكن لوسيوس مش بيرد عليه خالص، وده بيضايقه جدا، وبيطلب من بيجل انه يخليه يصارع راجل حقيقي علشان يشوف قوته قد ايه، لانه مش هيفضل عمره كله يصارع قرود. فبيروح بيجل يديله بالبوكس وبيوقعه على الارض وبينزل في ضرب، لكن لوسيوس بيقدر يستجمع قوته وبيقوم يدخل في القتال مع بيجل، وبيقدر انه يتفوق عليه، وبيفضلوا الاتنين يضربوا في بعض قدام عدد كبير جدا من الاسرى، ورينتار بيكون قاعد بيتفرج عليهم ومبسوط جدا. وبعد ما بينتهي القتال بياخده عنده وبيفضل يمدح في قوته، وبيقول له في ناس بتفضل القوة وناس بتختار الترفيه، بس انا من ناحيتي بحب اختار الغضب في اختيار المصارعين، والجمهور بيحب يشوف الدم وبيحبوا اللي بيحب الدم زيهم، وانا شايف انك مليان غضب وتقدر تحقق ده بسهولة وتبقى المقاتل المثالي. فبيخرج لوسيوس عن صمته اخيرا وبيقول له مش هبقى مقاتل ليك. فبيقول له ما انت فعلا مش هتقاتل علشاني، انا هحطك في الحلبة وانت شوف بقى هتقاتل علشان تنقذ حياتك ولا هتموت والقرار ليك عموما، بس انا لحد دلوقتي مش عارف مين اللي يقدر يقف قدام غضبك ده. فبيقول له هاتلي الجيش الروماني كله. ساعتها بقى بيفضل يضحك وبيقول له لا كتير كده مش هينفع. فبيقول له خلاص الجنرال كفايه. فبيرد عليه انه لو اشتغل لصالحه وخدمه هيجيله راس الجنرال اكاسيوس تحت سيفه، وبيقول له هتخدمني هخدمك، هتعارضني هموتك. وبنشوف بقى الجنرال اكاسيوس وهو قاعد مع زوجته وبيحكي لها انه خلاص ما بقاش طايق العيلين اللي ماسكين الحكم دول تاني، وبيقول لها انه مش هيطلع في اي حملات تاني زي ما هم عايزين، وانه لو طلع في حملة هيبقى علشان يعزلهم من على العرش. وبنعرف منه ان قوته هتوصل بعد 10 ايام، وكلهم رجاله جدعان يعني ومخلصين له، وما بيكونش ناوي يضيع جيل جديد من الشباب بسبب غرورهم، ولا حتى قادر يسمع نحيب الامهات في كل بلد بيدخلوها. فبتطمنه وبتقول له ان الاباطره مش محبوبين في البلد بسبب الظلم اللي بيعملوه. وتاني يوم الصبح بيروح رينتار للمسرح وبيراهن على لوسيوس ب2000 دينار ذهبي، ولما بيوصل لوسيوس لساحة القتال بيسأل عن خصمه، فبيتقال له دلوقتي هتشوفه. وبيفضل لوسيوس قاعد مستني لحد ما بيوصل خصمه أخيرا، واللي بيكون ملقب ببيتشر العظيم لأنه عمره ما خسر مباراة قبل كده. وبتبقى صديق المباراة دي هتتلعب قدام الإمبراطور اللي بيفضل يزعق وبيقول انا عايز المعركة يتضاف لها سيوف والقتال يبقى لحد الموت. وبتبقى البداية قوية جدا من لوسيوس اللي بيهجم على بيتشر بقوة وبيفضل يضرب فيه بأي حاجة تيجي قدامه، وبالرغم من قوة بيتشر إلا إن لوسيوس بيقدر يقتله في وقت قليل جدا وبيكسب المباراة. وبيجي الإمبراطور يقول له برافو عليك وبيسأله عن موطنه الأصلي، بس هو مش بيرد عليه. فبيجي رينتار يقول له إنه من المستعمرات اللي في أفريقيا ومش بيعرف يتكلم غير لغته الأم، وساعتها بيفاجئهم لوسيوس بمقطوعة شعرية ولا أروع. فبيقول الإمبراطور لرينتار عايز أشوف الشاعر بتاعك ده وهو بيأدي في الحلبة. وبعد شوية بيدخل رينتار على لوسيوس علشان يديله عملتين من الذهب، وده لانه لعب المباراه النهارده كويس جدا. وبيقول له انت اتعلمت الشعر ده منين؟ فبيقول له انه عرفه من ضابط روماني كان اسير عندهم وهو اللي كان مسؤول عن حراسته.
فكان الضابط ده بيقعد يحكي لهم حكايات علشان يسلي وقته. ولما بيسألوا رينتار طب هو راح فين دلوقتي الضابط ده، فبيقول له أكلناه عادي يعني. وبيرجع يسأله عن مكان ميلاده، بس هو بيقفل معاه في الكلام وبيقول له مكان ميلادي هيفرق معاك في ايه اذا كان مصيري اني كده كده هموت في الساحه وانا بقاتل لاجلك. وبيقول له انا هعمل ايه بالفلوس دي اذا كنت كده كده انا اسير، انت وعدتني براس. فبيقول له انجز المهمات اللي مطلوبه منك وانت تاخد اي راس تعجبك، وبيسيبه وبيمشي. وبنشوف دلوقتي الجنرال اكاسيوس مع لوسيلا وهم نازلين يجتمعوا مع مجلس الشيوخ في السر، وبيقول لهم اكاسيوس انهم هيعتقلوا الامبراطور ده اخر يوم في المباريات بمساعده جيش مكون من 5000 جندي مستني في أوستيا على اشاره. وبيقول لهم الخطه ان الجيش هيدخل للمدينه ومن بعدها المسرح علشان يقتل الامبراطور بسبب جرايمه ضد مجلس الشيوخ والشعب. بس السيناتور سراكس بيعترض وبيقول لهم ان الخطه مليانه مخاطر، بس في الاخر بيقتنع ان ده حقهم. وبيقول له اكاسيوس انهم لو نجحوا المدينه هتبقى تحت ادارته هو. وبنرجع بقى للوسيوس واصحابه اللي بيتم نقلهم لساحه القتال، وفي الطريق بيلاحظوا ان فن العماره متطور جدا في المدينه كلها، بس ده ما يساويش حاجه قدام الشعب اللي بيبقى كله جعان. وبيتم التحضير يا صديقي للمباراه وكل واحد بيقول كلمته، وبعدها بيبدا المصارعين في الدخول للساحه. وبتكون المباراه بين لوسيوس واصدقائه ضد جندي الامبراطور الروماني اللي بيكون داخل على وحيد القرن. وبيبدا لوسيوس يدي تعليمات لاصدقائه يمشوا عليها علشان يقدروا يتفادوا هجمات وحيد القرن، بس مش بيقدروا يتصدوا له بشكل كامل. فبيقرر لوسيوس انه يغير الخطه، وبيرمي السيف علشان يمسك شويه تراب في ايديه وبيروح راميهم في وش وحيد القرن اول ما بيقرب منه، وده بيخليه يلبس وما يعرفش يتحرك. فبيضطر الجندي انه ينزل يتعارك مع لوسيوس بالسيف، وبالرغم من انه بيبقى اقوى منه وبيضربه في الاول، لكن لوسيوس بيكون مثابر اكتر منه وبيقدر يطعنه في صدره، وبيروح مطير راسه من على جسمه. وبعدها بيسيب الساحه وبيمشي وسط احتفال كبير جدا من الجمهور. واول ما المباراه بتخلص يا صديقي بتروح لوسيلا تقعد لوحدها وبتفضل تفتكر في ذكريات قديمه، ومن ضمنها يوم ما ماكسيموس مات في الحلبه بعد ما قتل كومودوس. بس قبل ما يموت بيقول لها ان ابنها بقى في امان، وعلشان في ناس تانية هتسعى انها تقتله بتقرر انها تهربه من روما، وده لحد ما يكبر ويقدر يرجع بعد كده ياخد عرشه. بس هي ما بتقدرش تروح معاه لان على حد كلامها روما محتاجاها هنا. وبنروح بعدها يا صديقي لوسيوس اللي بيبقى قاعد عند الطبيب ابرالي علشان ينظف جروحه، وبيعرف انه كان مصارع زمان بس قرر يسيب القتال ويتجه لانقاذ ارواح الناس بدل قتلهم. وبيقعد يقول له حكمه كده بيحس لوسيوس انه سمعها قبل كده، فبيقول له ابرالي انها مكتوبه على احد القبور. وبعدها بقى بيروح رينتار عند لوسيلا بدعوه منها وبتقعد تتكلم معاه في امور عامه الاول، وبعدين بتستدرجه في الكلام عن المصارعين، وده طبعا علشان ما يشكش فيها. وبتسأله انت بتجيب المصارعين دول منين؟ فبيقول لها يا اما اسرى حرب او مشردين من الشارع. وبعدها بالليل بتروح لوسيلا للسجن في السر علشان تشوف لوسيوس، وبتدخل عنده الزنزانة وبتسأله تعرفني ولا لا، لكن هو مش بيرد عليها. فبترجع تسأله طيب عندك عيلة؟ فبيقول لها كان عندي زوجة اسمها أريشة بس اتقتلت والفضل يرجع لجوزك. وبنفهم من سياق الكلام انه فاكرها بس مش عايز يتعامل معاها لانها اتخلت عنه وهو طفل صغير. وبيقول لها صديق الطفل اللي بعتيه زمان للبراري مات خلاص، ومش بيبقى قابل منها اي كلام لدرجة انه بيطردها من الزنزانة. ولما بتطلع بره بتلاقي اكاسيوس في وشها، فبتقول له الولد ده يبقى ابني انا متأكدة. فبيقول لها ده كده موضوع خطير لان اليوم الثالث في القتال بكرة واغلب المقاتلين مش بيقدروا ينجوا منه. وفي الوقت ده بتبدأ تعيط وبتقول له لازم تساعده، مش كفاية تخلينا عنه وهو صغير. وبنشوف ساعتها ان في واحد واقف ورا عمود بيراقبهم من غير ما ياخدوا بالهم. وتاني يوم الصبح يا صديقي بيبقى الفريق كله قاعد يتدرب ومن ضمنهم لوسيوس، لحد ما بيجي القائد يقوم كل الفريق وبيقول له يلا اشتغل وريني بقى قوتك قد ايه من غير فريقك. وبيفضل يدور العجله فتره طويله جدا بالرغم من انها تقيله وبتحتاج فريق كامل، لحد ما بيتعب وايديه بتتعور. فبيجي الطبيب ابرالي بيحط له مسكنات على ايديه وبيطلب منه يريح نفسه شويه لان بكره هيبقى يوم صعب. وبيجي اليوم الثالث للقتال وبتتملى الساحه بالميه، وبنشوف ان لوسيوس وفريقه هيدخلوا المباراه دي على ظهر سفينه، فبيتولى هو القياده وبيطلب منهم يسمعوا تعليماته كويس. وبتبدا الحرب ضد السفينه الرومانيه اللي بتبقى اكبر واحدث من سفينتهم بكتير وكمان معاهم اسلحه اكتر، وبيبداوا يضربوا سهام مشتعله لحد ما بيحرقوا الشراع وبيوقعوا اكتر من مصارع في الميه، وبيجي القرش يسحبهم. فبيبدا يا صديقي لوسيوس ينفذ خطه عبقريه، وهي انه بيدخل بمقدمه السفينه بتاعته في منتصف
السفينة الرومانية، وساعتها بيقدر يدمر جزء كبير منها وبيشتت الجنود. وبيبدأ زمايله يدخلوا على السفينة الرومانية ويضربوا الجنود اللي عليها ويرموهم في المية، وبيبقى واضح ان الغلبة لفريق المصارعين، وده طبعا بيضايق الامبراطور وحاشيته جدا. وفي وسط المعركة بيروح لوسيوس ياخد سهم من على الارض علشان يصوبه على الجنرال اكاسيوس اللي بيبقى شايفه وهو عايز يقتله، لكن مش بيقدر يصوب بدقة بسبب الخبطات اللي عمال ياخدها، وبيجي السهم في كرسي الامبراطور جنب دماغه بالظبط. وساعتها بيقوم اكاسيوس ياخد لوسيلا وبيخرج من المكان خالص. وبعد شوية بيتم اعلان الفائزين في المباراة، واللي طبعا بيكون فريق المصارعين، في مشهد مش بيتكرر كتير. وبعدها يا صديقي بيروح رينتار للسيناتور سراكس علشان ياخد منه بيته، وده لانه كل مرة بيخسر الرهان قدامه والديون اتراكمت عليه. وبيقول له رينتار انا دلوقتي بملك بيتك، بس ممكن اسيب لك بعض المساحة كده لو ضمنت ولائك. فبيقول له على طول ان في مؤامرة للانقلاب على الامبراطور، بس اتأخرت شوية، وكمان سمع انهم هيحرروا المصارع من الساحة المرة الجاية. فبيقول له رينتار انا عارف ليه، ما تشغلش بالك انت، وبيسيبه وبيمشي. وبعد شوية يا صديقي بيكون في مجموعة من الجنود رايحة تقبض على لوسيلا وأكاسيوس علشان يتعرضوا على الإمبراطور، وأول ما بيقفوا قدامه بيفضل يزعق وبيتهمهم بالخيانة، وبيبقى عايز يقتل أكاسيوس بس أخوه بيمنعه. وبنعرف ان رينتار هو اللي عمل الفتنة دي كلها علشان يوصل لهدف معين في دماغه، وبيروح يقول للإمبراطور الخاين لازم يموت، بس خلي الآلهة هي اللي تحدد مصيره في ساحة القتال. وبعد شوية بيسيبوا لوسيلا وبيربطوها في الكرسي علشان تتفرج على زوجها وهو بيموت في الساحة، وبيدخلوا أكاسيوس قصاد 4 مقاتلين أقوياء، بس بيقدر إنه يخلص عليهم كلهم في وقت قليل، وبيبقى فاكر إن الموضوع كده خلص، بس بيتفاجئ إن القتال لسه ما خلصش، والخصم الجاي هو لوسيوس. واول ما بيدخل لوسيوس يا صديقي عليه الساحه بيبدا الجمهور كله يشجعه، وبتدور ما بينهم معركه طويله جدا بيظهر فيها الاتنين قوه كبيره، بس في الاخر اكاسيوس بيقعد على الارض، ودي بتبقى طريقه الاستسلام. وبيؤمر الامبراطور لوسيوس انه يقتله، بس هو كمان بيرمي سيفه وبيقعد قدامه على الارض وسط انبهار كل اللي موجودين. وبكده الامبراطور ما بيكونش عنده حل غير ان الرومان يقتلوا اكاسيوس، وفعلا بيضربوا عليه السهام لحد ما بيقع ميت. وبتفضل يا صديقي لوسيلا تعيط على جوزها، وبيبقى الجمهور كله مليان غضب. فبيقول رينتار للامبراطور انهم لازم يرجعوا القصر دلوقتي حالا علشان محدش فيهم يتأذي، وفعلا بيسمع كلامه. وبعدها بيطلع على زنزانة لوسيوس وبيقول له انا جبتهولك لحد عندك زي ما طلبت مني، ليه سبته يعيش؟ فبيقول له ان انا مصارع مش عبد. فبيفضل رينتار يضحك وبيقول له هو ده اللي الشعب هنا مؤمن بيه ومفيش طريقة تانية. فبيتضايق جدا وبيقول له لازم يكون في طريقة، وانا مش هبقى أداة تحقق بيها طموحك لا دلوقتي ولا بعدين. فبيتعصب رينتار هو كمان وبيقوم وبيسيبه وبيمشي. وبعدها يا صديقي بنبص لشوارع المدينة في الوقت ده، بنلاقيها مليانة فوضى وكل الناس موجودين في الشارع اعتراضا على اللي بيحصل في البلد. وجوه القصر بيكون في خلاف بين الامبراطور واخوه، فبيستغل رينتار الموضوع ده وبيفضل يتكلم مع كل واحد فيهم شويه علشان يسخنوا على التاني، وبيقدر يقنع كل واحد منهم ان اخوه عايز يسرق منه العرش، لحد ما بيروح واحد منهم يتخانق مع اخوه الكبير وهو ماسك سلاح، وبيقعد اخوه يقنعه انه بيحاول يحميه بس مش بيصدقه. وبيجي رينتار يمسك ايد الواد علشان يساعده في طعن اخوه، وبيفضل يطعنه في رقبته كذا مره علشان يتاكد انه مات. وفي الوقت ده بتكون لوسيلا عند لوسيوس في الزنزانة علشان تقول له انه كان في خطة قبل ما اكاسيوس يموت، وكان جمع قوات بقيادة داريوس عند الحدود علشان يعزل الامبراطور، بس ما لحقش ينفذ الخطة دي واتقبض عليه. وبتديله خاتم ابوها واللي خده من بعده ماكسيموس ومن بعده اكاسيوس، ودلوقتي دوره انه ياخده لانه شجاع زيهم بالظبط ويستحقه. فبيسألها هم فعلا بيخططوا لقتلك؟ بس هي بتقوله ان من يوم ما ابوها مات والسيف على رقبتها، بس دلوقتي بعد ما قدرت تجتمع معاه تاني هي مش مهتمة بحاجة زي دي. فبيقول لها انه جرب شعور الفقد كتير جدا ومش مستعد انه يفقدها تاني بعد ما لقاها. وبنروح بعدها بقى للامبراطور العيل اللي بيبقى مجمع مجلس الشيوخ كلهم بصفته الامبراطور الجديد، وبيقول لهم يلا علشان نحيي القرد بقى، وهم بياخدوه على قد عقله وبيقعدوا يسقفوا له. وبيبقى رينتار هو قائد الجيش الجديد، وبيستغل تجمع مجلس الشيوخ علشان يطلع راس الامبراطور من الشنطه، وبيقول لهم بصفتي قائد الجيش الجديد بديكم مطلق الحريه في الاختيار بين التعاون او الشنق. فبيقوموا كلهم يقولوا له موافقون موافقون. وبعدها بيسيبهم وبيروح عند لوسيلا علشان يقول لها ان سقوط روما ده موضوع مستحيل، وهو عكس ابوها تماما، بيؤمن بالحقيقه مش بيقعد يتخيل مواضيع وهميه. وبيوريها انه حصل على وشم الامبراطوريه، وده معناه انه في طريقه علشان يكون الحاكم، والعائق الوحيد قدامه دلوقتي هو وجود لوسيلا على قيد الحياه. وفي الزنزانه يا صديقي بيبقى لوسيوس واقف بيتكلم مع الطبيب ابرالي واللي بيكون بقى صديقه جدا، وبيطلب منه يروح في رحله لاوستيا لحد ما يقابل الجنرال داريوس، وساعتها هيديله الخاتم ده علشان يعرف انه من طرف الامبراطور، وبيطلب منه يجيب الجيش ويتحرك ناحيه روما.
فبيسأله أبرالي طيب هقول له أنا من طرف مين؟ فبيقول له عرفه إنك من طرف لوسيوس أمير روما وجاي تستدعي الجيش للدفاع عن الجمهورية الجديدة، وقبل ما بيمشي بياخد منه مفاتيح الزنزانة. وبيطلع أبرالي على طول لمكان داريوس وبيديله الخاتم، وفي نفس الوقت ده بيبقى رينتار بيخطط لقتل لوسيلا، ولوسيوس بيبقى واقف في الزنزانة مكانه، فبيجيله واحد يقول له إن بكرة آخر مباراة ليه، وده لأنه هيحصل على السيف الخشبي للحرية، بس في الأول لازم يقاتل علشانه ويكسبه. وبيقول له إن المعركة دي هتبقى لإنقاذ حياة أمه، بس اللي ما يعرفوش إن باب الزنزانة مفتوح. وبيلاقي لوسيوس بيهجم عليه وبيقتله في لمح البصر، وبيروح بعدها يجتمع بالجنود علشان يحفزهم على القتال، وبيقول لهم إنهم هنا النهارده لاسترداد شرف روما كلها بسيوفهم، وقبل سيوفهم وقوتهم قوة الله طبعا. وبعد كده بيدخل لوسيوس لساحة المصارعة علشان يدافع عن حياة أمه ضد عدد كبير من الحراس. واول ما بيرفع سيفه بيبدا جنوده في دخول الساحه علشان يساعدوه في الحرب، وباقي الجيش بيكون على ابواب روما ومستعد للاقتحام. واثناء ما القتال داير بين الفريقين بيبقى الامبراطور الجديد قاعد بيعيط من الخوف، وبيجي رينتار من وراه وبيدخل حديده في ودنه علشان يقتله. وبيجي لوسيوس على امه اللي بتكون مربوطه في وسط الساحه علشان يحررها، بس اول ما بيوصل عندها بيشوفوا رينتار وبيروح شادد سهم وضاربها في قلبها مباشره، وبيطلع يهرب على حصان. بس لوسيوس مش بيسيبه وبيخلص على الحراس اللي في طريقه علشان يروح وراه. ولما بيوصل يا صديقي رينتار لبوابه المدينه بيلاقي الجيش قدامه، ولما بيحاول يلف علشان يرجع بيلاقي لوسيوس وراه، وبالطريقه دي بيكون محاصر من كل الجهات. وبيجري لوسيوس يهجم عليه فبيوقعه من على الحصان، وبتدور ما بينهم معركه بالسيوف بيتفوق فيها رينتار بشكل كبير، وبيوقع لوسيوس في الميه وبيفضل يطعن فيه بشكل مستمر لحد ما بيقدر لوسيوس يضربه اخيرا، وبيديله ضربه بالسيف بتقطع ايده، والضربه التانيه بتكون في بطنه علشان يقع في الميه وهو سايح في دمه، وبيخرج بعدها من الميه بصعوبه لان اصابته خطيره. وبيروح يقف في وسط الجيشين علشان يكلمهم عن حلم جده القديم في جعل روما جمهوريه مسالمه مش امبراطوريه مستبده، وبيقول لهم كفايه دم اللي ماتوا على مدار 3 أجيال، وخلينا نبني جمهوريه جديده بالحلم القديم. فبيستجيب الجيشين لكلامه وبيتخلوا عن فكره الحرب. وبكده يا صديقي بيكون لوسيوس قدر يستعيد ورثه الشرعي في حكم البلاد، وكمان تحقيق حلم جده في نشر السلام. وبكده يكون فيلمنا خلص. ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وتشترك في القناه لو مش مشترك، واستنوني في ملخص تاني. سلام.